رأينا خلال السنوات الماضية في العام 2013 حتى العام 2016 كان التركيز على مدينة حلب من خلال حيي الشيخ مقصود والأشرفية، باعتبار أن هذه المنطقة هي منطقة عالية وبالسيطرة على هذه المنطقة من قبل الإرهابيين والمرتزقة. كانت تستطيع تركيا السيطرة على كل حلب، لكن فشلت في ذلك. وخلال مرحلة التفاوض بين روسيا وإيران من جهة ودولة الاحتلال التركي، سحبت جميع الإرهابيين والمرتزقة من حلب واتجهت باتجاه عفرين لاحتلالها واحتلال المنطقة الممتدة بين جرابلس وإدلب. لكن لا تزال أطماع التركية في مدينة حلب. التفجير الأخير الذي حصل في حي الشيخ مقصود، التحقيقات وحسب السياسة التركية تجاه سوريا، كل أصابع الاتهامات تتوجه إلى دولة الاحتلال التركي، باعتبار أن لا زال الاستخبارات التركية تنشط في المدن التي انسحبت منها، وخاصة التركيز على حيي الشيخ مقصود والأشرفية. وأيضا من ناحية الفائدة، فإن هذا التفجير لا يعود بالفائدة إلا على سياسة الاحتلال التركي في المنطقة. وقد نشهد خلال الفترة القادمة أيضا مثل هكذا حالات، باعتبار أن دولة تركيا لم تهدأ في الاعتداءات والممارسات اللا إنسانية بحق الشمال السوري وخاصة المكون الكردي، باعتبار أن هناك فوبيا تجاه الكرد في المنطقة. الاحتلال التركي بعد الاتفاقات التي حصلت بينه وبين الجانب الروسي والإيراني وتقارب المصالح التركية الروسية، هذا أثر على السياسة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية من جهة، الغرب بشكل عام، وبين تركيا والدول العربية أيضا من جهة أخرى، باعتبار في بداية ما يسمى الربيع العربي أو الأزمة السورية كانت الدول العربية هي الداعمة للسياسة التركية في المنطقة. لكن عندما وجد الدول العربية بأن تركيا لديها أطماع في احتلال الدول العربية وخاصة سوريا، وكان التركيز على باحتلال الخط الممتد بين الموصل وحلب حسب الميثاق الملي، فإن الدول العربية بدأت تقطع الإمداد والدعم المادي واللوجستي تجاه النظام التركي. وما نشهده أيضا في الفترة الأخيرة من تقارب بين أو ما يحدث من انفتاح باتجاه دمشق من قبل الدول العربية، الزيارات الأخيرة إلى دمشق، كل هذا التقارب مع دمشق هو الغاية والهدف منهم إبعاد سوريا عن أي اتفاق مع الجانب التركي. هذا الانفتاح العربي على دمشق هو يصب في إبعاد سوريا عن أي تقارب مع الجانب التركي، وأيضا الضغط على دمشق من أجل تخفيف الوجود الإيراني في سوريا. كل هذه السياسة التي تتبع في المنطقة هي تصب بشكل أو بآخر ضد السياسة التركية. لذلك سوف نشهد المزيد من الاعتداءات التركية والتصدير للأزمة التركية في الشمال السوري وخاصة في مدينة حلب والمناطق الممتدة شمال سوريا من إدلب وحتى ديريك. حتى الشمال العراقي غير مستبعد من سياسات العدائية للجانب التركي أو النظام التركي في الشمال العراقي. للأسف رغم الكارثة التي حصلت في جنوب تركيا وخاصة في لواء اسكندرون المحتل وأيضا في حلب واللاذقية، رغم الكوارث الطبيعية والزلازل، كان من المفترض أن يغير النظام التركي سياساته العدائية، لكن لم نشهد أي تغيير. رغم الكارثة التي حصلت في الداخل التركي لا زلنا نشهد بأن الاعتداءات التركية تجاه الأراضي السورية وأيضا السياسة التركية العدائية تجاه الشعب السوري بالمجمل، هذه الكارثة كنا نأمل
أن تغير سياسة النظام التركي، لكن هذه السياسة لم تتوقف، هي لا تزال عدائية، تستهدف المسيرات الشمال السوري، تستهدف المدنيين من خلال دعم المرتزقة، لا تزال تقوم بخطف المدنيين العزل، ما شهدناه في حيي الشيخ مقصود والأشرفية من تفجير الإرهابي الأخير، وسوف نشهد العديد من الهجمات العدائية. للأسف هذه الكارثة الطبيعية من الزلازل لم تغير هذه الذهنية الفاشية لدى النظام التركي، وأتوقع بأن هذا النظام أصبح وبالا وعالة على المجتمع الدولي وعلى الإنسانية جمعاء. من الضروري من قبل المجتمع الدولي والدول التي تدعم السياسة التركية بتغيير هذه السياسة تجاه النظام التركي والضغط عليه من أجل كف العداءات والهجمات العدائية تجاه الشعب السوري.